السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتي شيوة وفاء. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الفلون الشمالي اللي كيجي اكثر من رائع. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم الزوينه وبالمشاركه في القناه باش نقدر نعطيكم كل جديد فضلا وليس امرا. ونبدا على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. هنايا اولا غادي نبدا بالكراميل. غادي ندير كاس ديال سكر سنيده فشي مقله هكا تكون ثقيله باش ما تحرقناش، وغادي ندير على عافيه مهيله ونبدا كنحرك حتى يتكراميليزا السكر. دائما كنبقاو نحركو، ما نسمحوش في المقله حيت دغيا يقدر يتحرق. على عافيه مهيله حنا كنحركو تنتحصلوا على القوام اللي بغينا. هنايا من بعد ما ذاب السكر هكا جا القوام ديالو، غادي نضيفو 4 كاس ديال الماء. علاش كنضيفو هاد 4 كاس ديال الماء على الكراميل؟ باش انه ما يضيعناش الفلون، يجينا الفلون مشقق. كنتجنبوا داك التشقق ديال الفلون. من الاحسن انكم ديروا الماء مع الكراميل. صافي هنايا غادي نبدا كنحرك. من بعد غادي نحيدهم فوق البوطه ونديرو في المول. هنايا المول ضروري يكون عندكم المول غارق شويه، اللي يكون كيهز لكم 2 لترون ديال الحليب. هنايا درت انا غادي ندير يطرونس ديال الحليب، ولكن مع ديك الاضافات اللي غادي نزيد راه خص المول يكون كيهز لكم 2 لترون من الاحسن. صافي هنايا غادي نوزع هاد الكراميل في المول مزيان باش انه يجينا في الفلون ديالنا مستوي. هذه هي المرحله الاولى اللي كنبداو بها قبل ما نبداو نحضروا الفلون. غادي نحاول نوزع جميع الجوانب وباش كنتجنبوا ان الفلون ما يتلصقش، وبطبيعه الحال راه ما كيتلصقش واخا ما ديروش الكراميل. كيجي رائع هذا الفلون. معروفين به الناس ديال الشمال كيستعملوه بزاف هكا في الحفلات والمناسبات. صافي هنايا غادي ناخذ 2 ساشيات ديال الفلون رويال مع 2 ساشيات ديال الفلون العادي ديال الفاني. هنايا انا درت الفلون رويال، درت غير 2 ساشيات. نورمالمون خصني ندير 4 هي باش يجيكم اقتصادي. الفلون هذا رويال كيدير 20 درهم الباكيه، فيها 3 ديال الحبات. كل منطقه وكتختلف، كاينين المناطق اللي كيدير غير 16 درهم. صافي من بعد غادي نضيف كاس ديال سنيده. كيجي كاس ديال سنيده نيشان مع الحلاوه ديال الكراميل والحلاوه ديال اللوز. صافي هنايا غادي نضيف يطرو ونص ديال الحليب. هنا درت يطرو ديال الحليب ديال الساشيات ويطرو ديال الحليب الساشيات ونص يطرو ديال الحليب كامل الدسم اللي هو الحليب البلدي اللي كناخذو من المحلابات. وهنايا ضفت هولالا ساشيه صغيره. صافي غادي نبقى كنحرك. هذه كريم ديال الخفق هي اللي ضفت دابا، ممكن انكم تضيفوا اي كريم بغيتو. صافي غادي نبقى نحرك من فوق البوطه على عافيه مهيله حتى نتحصل على الخليط اللي بغيت. حاولوا ما امكن انكم تستمروا بالتحريك باش ما يتلصق لكمش في شي طنجره هكا ولا كاسرول. هنايا ضروري خصكم ديروا كاسرول ولا طنجره اللي ما كتلصقش مع الاستمرار بالتحريك. هنايا غادي نضيف زلافه ديال اللوز
مهرمش اللي سبق لي انني حمرته وهرمشته في الهاشوار. ملي كتحمروه كيعطي داك البنه. صافي من بعد غادي نحيدو فوق البوطه ومباشره غادي نفرغو في المول. هنايا استعنت بواحد المغرفه باش انني نخوي عليها ولا نفرغ عليها الخليط سخون. مباشره غتضيفوه في المول بحال اللي كنديروا الفلون العادي. تبارك الله ما شاء الله، داك اللوز كيجي باين وكيزيد يتوافق مع الحليب والكريم والكراميل. نتوما كي كتشوفوا الطنجره كاع ما تلصقت لي. صافي هنايا غادي نخليه يدفى. اين فوا غادي نحس به انه ما بقاش كيطلع داك الفوار ديال السخونيه، غادي نغطيه بالسلوفان نديرو في الثلاجه مده 2 سوايع ولا 3 تيبرد على خاطرو. من بعد غادي نقدمو. منين تبغيو تقدموه ما تحطوهش حتى تقربوا تقدموه. يعني ما تقلبوهش في الطبسيل ديالكم حتى تقربوا تقدموه باش يبقى لكم زوين. صافي هنايا من بعد ما درتو في الطبسيل كيجي تبارك الله زوين. غادي نفرغ من فوقو داك الكراميل اللي تبقات لي في المول. داك كيجي داك اللوز هكا باين والكراميل كذلك. صافي من بعد غادي نضيف التزيين اختياري، ممكن انكم تقدموه غير هكا يجي زوين. غادي ندير التزيين. هنايا درت الفرامبواز ونضيف كذلك لوز افيلي. حمروه واحد شويه باش يجيكم بنين في الماكله هكا ملي تاكلوه. وغادي نزوق كذلك بالوريقات ديال النعناع من بعد ما غسلتهم ونشفتهم. صافي هنايا غادي نوزع هاد اللوز افيلي. كيجي تقديم هكا راقي، ممكن انكم تستعملوه للمناسبات. التزيين طبيعة الحال كيبقى اختياري، كل واحد وكي كيبغي انه يزين الاطباق ديالو. هاد اللوز افيلي مع الفرامبواز مع الكراميل كيجي مواتي، الالوان كيجيو مواتيين. بطبيعه الحال الفرامبواز كيكسر شويه داك اللون المارون ديال الكراميل. صافي هنايا ما غاديش نزيد اضافات اخرى، غادي نخليه غير هكا. صافي هنايا غادي نوريكم كيفاش جا. نقطع واحد المورصو. هنايا ممكن انكم تقدموه مع الديسير، كيجي زوين حتى مع الديسير هكا شي مناسبه. هنايا غادي نقطع معكم واحد المورصو. هادشي مرات كنبغيو غير نديرو لوليداتنا شي حاجه زوينه، فهاد الفلون بين الاشياء اللي كيبغيو الوليدات. انا كنقطع وولدي كيقول لي ماما عطيني ندوق. صافي هنايا غادي نوريكم كيفاش جا. كيتقطع بسهوله. هذا هو الشكل ديالو.
هنايا غادي نديرو داك الكراميل من فوقو. منين نبغيو ناكلو هكا كل واحد يدير الكراميل في الطبسيل ديالو ويفرغو من فوق داك المورصو. كيجي راقي شكلا ومذاقا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه لوليداتكم، علاش لا. الى عجبكم بحال هاد الوصفات الراقيه، ما عليكم غير تكتبوا لي في التعليق، وانا ان شاء الله غادي نحاول ما امكن انني نوفيكم بكل جديد.